أكيد طبعًا إن العادات زمان كانت مختلفة كتير أوي عن العادات دلوقتي. والناس دلوقتي اصلا آآ بقت working from home كتير. الأكل برّه البيت ده مشكلة كبيرة. نفسنا يعني انا أكيد حاسه ان طبعًا. الهدف دلوقتي ان احنا نلحق نفسنا. طيب عايزة أسألك يا دكتور، الفرق بين عادات زمان وعادات دلوقتي، يعني مثلا هل الحياة زمان كانت نسبة الإصابة بالأمراض دي أقل من دلوقتي؟ وإيه اللي اتغير في حياتنا دلوقتي يسبب كده؟ أكيد طبعًا إن العادات زمان كانت مختلفة كتير أوي عن العادات دلوقتي. العادات دلوقتي بقت يعني مع احترامي كده أو sorry في اللفظ يعني أسوأ من زمان بكتير. طبيعي. فزوّدت طبعًا من فرص المشاكل دي. مهم. يعني زمان مثلًا ما كانش في قعدة طويلة أو قعدة لفترات طويلة. اه دلوقتي لأ، بقى معظم الشغل بيتطلب القعدة لفترات طويلة، مش الشغل بس، يعني ممكن حد مثلًا قاعد بس مجرد إن هو بيسكرول على الموبايل كده. والناس دلوقتي أصلا آآ بقت working from home كتير، فده كتير. قاعدين طول الوقت بنسبة أكبر يعني. كتير جدا، ووظائف كتير ظهرت دلوقتي ما كانتش موجودة زمان، مهم. بتطلب الجلوس لفترات طويلة. تمام. فالحاجات دي كلها طبعا بقت يعني بتزود من فرص حدوث المشاكل دي. برضو زمان الأكل والشرب كان مختلف، كان نادرا ما تلاقي حد مثلا ياكل بره البيت، اه حتى لو كل بره البيت لازم آخرنا نتجمع على إيه الغدا يعني. كلنا. يعني كان زمان مثلا هي المطاعم إيه المشهورة أو المطاعم اللي موجودة، مهم. كان يا مطاعم الفول والطعمية يا مطاعم المشويات، ما كانش في حاجة تانية. احنا كل يوم دلوقتي دلوقتي بيفتح بقى مطعم. المقليات والزيوت والدهون، الحاجات السبايسي بقت منتشرة بصورة كبيرة جدا. يعني مثلا دلوقتي بقى يعني او عدد الستات اللي بتشتغل بقى كتير عن زمان. فبالتالي الاكل جوه البيت ما بقاش كتير احنا زي هنجيبها على زمان. الست ليه يا دكتور؟ يعني هي لا كل انا ما حاجة على اقصدش الست، والله، يعني لا حرام انا ما عليك. اقصدش، بس فعلا الاكل بره البيت مشكلة كبيرة قوي. ايوه بس مش سببها الست. لا مش سبب الست طبعا، يعني معلش ما اقدرش اقول يعني كده، الهايلايت يعني الحتة انا دي. زوجتي بتشتغل وكلنا عندنا يعني. وبتطبخ يعني بيشتغلوا اه وبيطبخوا. طبعا ما نقدرش ننكر كده طبعا. يعني تحقق ذاتها. اكيد بقى انت مش انت عايزه تغلطيني، انا لا مش خلاص هغلط. يا دكتور، خلاص نرجع لا للعادات التانية بقى. شغل الست انا مش ضد شغل الست مش خالص. ده تمام. نهايلايت برضو اه للدكتور، لا مش لا ده. لا لا تماما، لا الست تشتغل، والست طبعا يعني في ستات كتير جدا بتشتغل وما بتأثرش على بيتها يعني كتير جدا. الاكل بره البيت ده مشكلة كبيرة زي ما قلت لك. الدهون، الزيوت اللي موجودة اللي في الاكل اللي بتستخدم بره البيت طبعا يعني معظمها ما مش بتبقاش كويسة. بشكل صحي اه كلها طبعا. طبعا. النظافة طبعا بيؤدي لنزلات معوية، نزلات المعوية بتؤدي لإسهال، الإسهال بيؤدي لمشاكل في هي الشرج. اصلا مربوطة ببعض يعني احنا اكيد اكيد اكيد. برضو طريقه دخول الحمام، يعني زمان مثلا الحمامات البلدي اللي كانت منتشره في معظم البيوت مهم. كانت طبعا هي اكتر او صحيه اكتر من الحمامات اللي هي اللي موجوده حاليا، اللي احنا بنقول عليها الحمام الفرنجي. ايه ده؟ طب الناس تعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي بقى في مثلا كرسي بيتحط تحت الرجل كده في الحمام، ده مهم. ممكن يرفع الرجل شويه ويخلي الشخص في وضع القرفصاء، مم. اللي هو بيخلي المستقيم مستقيم اكتر على قناه الشرج، فبالتالي عمليه بيقلل الاخراج بتكون سهله طبعا. اوكي. يعني احنا كلنا لازم نستخدم الكرسي ده؟ مش شرط كله، يعني الناس اللي بتعاني من امساك اكتر او الناس اللي عندها صعوبة في الاخراج اكتر، دول هم اللي ممكن يستخدموا الكرسي ده. لكن الشخص اللي بيعمل حمام بسهولة، مظبط اكله، دنيته كويسة، مش شرط ان هو يستخدم. يعني احنا نلحق نفسنا، يعني انا اكيد حاسة ان طبعا. الهدف دلوقتي ان احنا نلحق نفسنا يعني. ده اكيد دي الرسالة الاساسية.